ايه ده؟ هو انت لسه ما اتجوزتش؟ هو انت لسه ما خلفتش؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ معاك عيل واحد؟ انا معايا ثلاثة. معاك ثلاثة؟ انا معايا ستة. عندك 6 عيال؟ انا معايا 12. الاسئلة دي دايما بتتكرر في بعض الاوساط الاجتماعية، ودايما الناس تسأل ايه ده انت ما اتجوزتش ليه؟ يا راجل انت كل ده قاعد من غير جواز؟ ايه ده انت ما خلفتش ليه؟ طب ما تكشف مرة واتنين وتلاتة يا اخي، عيل واحد يا اخي، خلي عندك عيلين، 3 عيال، 6 عيال، وكأن الحياة كلها جواز وخلفة بس. ليه الموضوع ده؟ وليه منتشر في بعض الأوساط يعني الاجتماعية المعينة؟ في الحقيقة إن البني آدم ما يقدرش يعيش من غير هدف، يعني إن يكون في بني آدم عايش كده من غير هدف، عايش في المطلق ده بيمل بسرعة. ربنا خلق البني آدمين كل شوية بيعملوا ليهم أهداف علشان يقدروا يكملوا الحياة. مع الوقت ومع الظروف الاقتصادية والدنيا بتتدنى والحياة بتصعب، فالأهداف برضو بتصعب. البني آدم عاوز يعمل لنفسه هدف. طب ما نخلي الجواز هدف، طب ما نخلي الخلفة هدف، طب ما نخلي كتر العيال هدف. ليه؟ موضوع سهل وبسيط وبيعمله كل الحيوانات وكل البني ادمين، وحاجة يعني في البساطة خالص. تكسب 1,000,000 جنيه ولا تجيب عيل؟ لا انا اجيب لك عيل، اجيب لك 2 كمان. تاخد مثلا ماستر او دكتوراه ولا بتاع، ولا تجيب عيل؟ انا اجيب لك 3 عيال، ما ادرسش ماستر يعني. يفضل الناس كل شوية تسأل تسأل تسأل. هو البني آدم مفيش ولا أي هدف ولا أي موضوع. ده منتشر جدا في الأوساط، ده هي الأوساط الاجتماعية الفقيرة اللي هم مش عارفين يوصلوا للهدف. فكرة إن خلفت، اتجوزت، رحت، مش عارف إيه، دي ولا أهداف ولا أي نيلة. أنت وصلت لهم، ربنا كرمك، أنت لسه ما عملتش حاجة نهائيا نهائيا. تخيل يعني دودة القز بتتكاثر، فيعني ما عملتش حاجه. صباحكوا زي الفل. لو انت ربنا كرمك واتجوزت وخلفت ومعاك 60 عيل وشايف ان ده انجاز، انت لسه ما عملتش حاجه. انجازك ان انت تقدم حاجه للبشريه تستفاد من بعدك. ما استفادوش زيك زي اللي عدوا. مره بسلام ومع السلامه.